تعادل الأهلي مع البنك الأهلي في لقاء غريب. تعادل 20 30 مرة في الدوري لحد دلوقتي. دوري كارثي لحد دلوقتي. كام تعادل ما حصلتش في التاريخ. بداية الدوري ده ما حصلتش في تاريخ النادي الأهلي. كمية تعادلات، الأهداف اللي بتخش فينا، حاجات كتيرة جدا هنتكلم عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الأول في الكومنتات، واللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس واللايك بتاعك الجميل. طبعا مكشر شويه من الاداء، زعلان من النتيجه ومن اللي احنا شفناه. ماتش النادي الاهلي يعني خلاص انت بتنافس، مفيش اي تضييع نقطه مين، مفيش نقطه. انت المفروض الماتش تنزل تكسب سكور، تكسب مستريح، ما تحطش نفسك تحت ستريس عالي. مش عايزين بقى نخش بقى في حته بقى سسبنس بقى كده في نهايه الدوري والكلام ده. لا لا لا، يعني احنا دلوقتي بنلعب البنك الاهلي، ضاغطين، طبعا طريقه لعب يعني رخمه جدا في جميع الانديه هتقابلك على طول، اللي هي البلوك الدفاع. بيعملوا قدامك البلوك الدفاعي، شكرا. ما هو طبعا ما الفرقه، ما فيش فرقه هتنزل قدامك هتفتح عشان خاطر اي فرقه هتنزل فاتحه طبعا هتخش فيها جوان كتيره جدا. الاهلي مش هيسمي عليها. طيب ايه الحلول؟ الحلول بقى عند ياستروب. ياستروب النهارده انت كنت سيء جدا. زي ما بطلع اشيد بيك وبطلع بيك، انا النهارده بقول لك انت النهارده المشكله عندك. المشكله في الخطه، المشكله في التكتيك بتاعك، في بنايه الهجمات، في التغييرات الكتيره قوي في التشكيل. النهارده شفنا الاهلي عامل ازاي، الاداء بتاعه عامل ازاي النهارده، الجمل عامله ازاي. هنتكلم في كل حاجه عشان خاطر هنمسك حته حته، وجمل جمل والفرص اللي ضاعت. انت عندك بدايه من الشناوي. الشناوي كل بص ليه كل الاحترام والتقدير. انا بحب الشناوي جدا، وانا بقول الشناوي ياما ادى للاهلي، ما ينفعش نفتري عليه. بس المفروض خلاص ده وقت بقى مصطفى شوبير. انت مش في حالتك يا شناوي دلوقتي، ما انت برضه انت ضيعت مننا الماتش النهارده. ما الكره دي لو انت كنت فردت ايدك ولا عرفت تطلعها وتصدها كان في امل. الجون بتاع تريزيجيه كان هيكسبنا وشكرا على كده. انت في جون تاني اللي بيكهام طلعها من على خط الجون، كان هيبقى 2-0 وشكرا على كده. ما كنتش هنتعادل اصلا، كنا هنخسر. هتطلع نقص على اللعيبه ونقص على ياسر. ما هو دي الحقيقه، ما دي اللي احنا شفناه، ده هو اللي احنا شفناه. نزيف النقط اللي عماله تضيع. ايه ده؟ البنك الاهلي فرقه رخمه الصراحه. يوم ما بنقابل البنك الاهلي انا بتخنق، ياه بتخنق، بحس اللي بص في كعبله هتحصل. طبعا محمد الشناوي ما كانش، طبعا هو بقاله فتره مش في حالته، بقاله فتره مش في حالته. الجون يتسأل عليه لان الكره ضعيفه. غلطه احمد عيد وبن شرقي. اشرف بن شرقي المفروض كان هو اللي ضغط على مصطفى شلبي، وعندك احمد عيد بيغطي من وراه. احمد عيد في البلاله بلح بلح. محمد الشناوي النهارده لا لا. محمد الشناوي يعني لو انا جيت اقيم اللعيبه النهارده بالنسبه لي، محمد الشناوي 3 من 10، احمد عيد 3 من 10. احمد عيد ده مش ولا احمد عيد ولا كوكا الناحيه الثانيه. كوكا 3 من 10. احنا مشكلتنا كان في الدفاعات يا جماعه. محدش بيقعد يخترق. احنا دلوقتي بقينا بنقول محمد هاني فين ينزل. تخيلوا اللي كنا بنتكلم على محمد هاني، عرفنا دلوقتي معزه محمد هاني. بقينا ايوه محمد هاني ينزل يا عم ريحنا. تخيلوا دلوقتي ايه اللي بيحصل. عندك قلب الدفاع بيكهام وياسين مرعي. ياسين مرعي بيعمل غلطات غريبه، في غلطات بتحصل منه في استلامات او الكره بتطب قدامه، في كوارث بتحصل. بيكهام يعني بيحب الكره تحت منه وبيبقى عندي بيكهام وياسين مرعي كل واحد فيهم 4 من 10. ده كده انا عامل معاك واجب، عامل معاك واجب. مروان عطيه اداؤه بيتراجع شويه نسبيا، 5 من 10. بن رمضان انت ما جيتش. بن رمضان انت امتى هتيجي؟ امتى هتيجي؟ امتى هتيجي بقى تثبت نفسك بقى؟ انت ما عايزين بقى نحس بقى. انت بعيد قوي، بعيد قوي قوي. بن رمضان 3 من 10. 3 حلوة قوي عليه. بحركات ايده كان هيلبسنا ضربة جزاء. بحركة ايده دي ادى واحدة لمحمد ابراهيم في وشه كانت صعبة جدا الصراحة. عندنا زيزو اتصاب، مش عارف اللعيبة بتيجي لنا سبحان الله، بيلعبوا مع الزمالك، بيلعبوا مع الأندية بتاعتهم
بقول لك ايه، عمرو الجزار كان بيلعب في البنك، مفيش حاجه اسمها اصابه، مفيش حاجه اسمها اصابه. يجي الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم انا متصاب. ايه ده يا جدعان؟ والله العظيم انا متفاجئ. ايه ده؟ زيزو عمره ما جاله برد في الزمالك. عندنا بسم الله ما شاء الله ما كملش 10 15 دقيقه جات له شده في الخلفيه، يلا اطلع. الف سلامه على زيزو، يرجع لنا بالف سلامه، بس يرجع لمستواه. مستوى زيزو متراجع جدا، مش ده زيزو اللي احنا عارفينه، مش هو ده زيزو. يعني قبل ما يطلع زيزو انا شايف زيزو ايه؟ 3 من 10. اشرف بن شرقي 5 من 10، كنت بتحاول بس برضه مش مفيش. اوتاكا بيحاول بس مفيش كوره جات له، يعني اوتاكا نديله 5 من 10 لمجهوده، بس مفيش حاجه حقيقيه جات له. بيحاول بيجري بتاع، بس ولا في السلو جاله ولا اوفر جاله. ما هحكم عليك بايه؟ هحكم عليك بايه؟ نجم الشباك في النادي الاهلي واللي هو شايل الاهلي دلوقتي، اللي جالنا دلوقتي نجده، ده اللي شايل الاهلي. تريزيجيه 8 من 10، بيحاول ياما وعنده دم وعنده شخصيه طبعا الاهلي، وبيعمل كل حاجه، وجاب جون ولا اروع، واحده ار 2 من بتاعته، جون بالماركه بتاعته، جون جميل. التقييمات دي انا ماليش نفس اللي انا اقدمها. لكن فين يا ستروب؟ فين اللي انت قدمته للنادي الاهلي؟ فين الاوفرات؟ فين الاختراقات؟ فين صانع الالعاب؟ فين اللي ينزل يستلم من الباكات ويطلع قدام وياكل واحد واثنين ويدي تمريره هنا تمريره هنا يفتح الملعب؟ فين؟ احنا في حركه شلل في الملعب، في حركه شلل. احنا مش قادرين نهاجم، احنا مش قادرين نطلع بالكره صح. احنا في استعجال، الكره عرضيه طويله، اوفر طويل، بنستعجل. وجت لنا كذا كوره ما قدرناش نعمل حاجه منها، ما قدرناش. في كوره لبن شرقي كان 3 على 3، عمل ايه؟ ما اعرفش، بن شرقي مهاري، لقيته عمل عرضيه اي حاجه، رجعت خبطت في ايده، خلاص شكرا، خلاص ضاعت. بن رمضان جات لك كوره يعني اتصدت من برعوتي، شوت بقى يعني، استلم ريح اسندها لزمايلك، لكن انت شوطه شوطه غريبه قوي بعيده عن المرمى. ده واحد في اسكندريه عندنا، ماتش كانت بتلعب في القاهره، جات لنا احنا في اسكندريه. ايه يا جماعه ده؟ ايه الاداء اللي احنا شفناه ده؟ نيجي كاموش بقى، احنا بقى ياه، اخيرا جالنا مهاجم، وعمالين بقى لنا سنه، وفين المهاجم يا خطيب؟ والمهاجم مش عارف ايه، المهاجم جه مش كاموش جه. الحمد لله على السلامه يا كاموش. حد يقول لي فيلافيو كان بادئ كده، الكلمه دي نفسي تتمحى من الوجود. اللي يقول لي دي كانت بدايه فيلافيو، يا عم بدايه ايه يا عم ونهايه ايه؟ انتوا بتجيبوا واحد طفره جت معاه كده لخلاص كل الناس هتبقى كده؟ هو في ايه يا جماعه؟ مش كده. ايه يا كاموش؟ ايه يا كاموش؟ انت كاموش عندك كرش نفس؟ ايه يا كاموش في ايه؟ نازل خايف، نازل متوتر، نازل في كده خضه. هو في إيه؟ انت مخضوض من ايه؟ انت بتلعب في كاس العالم ولا ايه؟ ده ماتش عادي في الدوري يعني، ده ماتش في الدوري عادي. بتلعب حاسس ان انت مش قادر تجري، الضغط على اللعيبه مش هو. جات لك بقى كوره قلت يعني هتقدم نفسك بقى يا راجل، يا راجل هتقدم نفسك. دي ما جاتش الاوتاكا من اول الماتش، عرضيه من تريزيجيه وجات لك جميله، ما تحطها. حطيتها بشمالك، ما اعرفش راحت فين، ما اعرفش راحت فين. انا اتفاجئت من لمستك. يعني احنا كنا بنقول له ايه؟ بس لمساته حلوه، بس تحركاته حلوه. احنا ولا شفنا تحركاتك ولا لمساتك. ده في كذا طلعه وكذا جاريه سبرنت لتريزيجيه انك تفتح له، مش عايز تفتح له، انت بترجع لورا. ما تفتح، اختارك تريزيجيه عايز يديها لك ثرو. ايه يا عم في ايه؟ إيه؟ لا 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 لا، كنا بنقول مستبشرين خير، انا مش مستبشر خير تماما. سيب الكلمه دي عندك، قصها، انا مش مستبشر خير. كاموش اخره يومين ثلاثه شهر، هيبقى دكه بعد كده، الست شهور ويرجع تاني على ناديه. شكرا على كده، مش عايزين. كرة جات لك، ده انت بقى لو فروت صح بقى كده وعايز تثبت نفسك، ده انا استلمها واريحها، ولو واحد قدامي اكله واجي حاططها، اعمل حاجه. لكن الكارثه اللي احنا شفناها دي ايه دي؟ لا 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 لا، الاهلي نزيف نقط عماله تضيع مننا. حاجه مطوشه اهي بتعدي، الزمالك في ظل الكوارث اللي فيه، وايقاف قيد، وما فلوس لعيبه مش عارف متاخرات، وحاجات ياما، وما فيش صفقات.
وكل ده الزمالك فين؟ الزمالك عندها ماتش النهارده لو كسبته هتعديك بنقطه. شكرا، صباح الفل. صباح الفل. انت هتبقى المركز الرابع. هنقعد بقى نحاول بقى ونجتهد ومش عارف ايه. طب ما انت في ايدينا. طيب احنا ليه نضيع المطوشه دي من ايدينا؟ ليه؟ انا حد يفهمنا يا جماعه، انا حد يفهمني احنا ليه نضيع المطوشه دي من ايدينا؟ يوسف بالعمري منزلين له بيان. يوسف بالعمري البيان اللي نازل منه عشان خاطر يوضح للناس هو ليه ما بيشتركش وليه مش محطوط في القايمه. بيقول لك يوسف بالعمري مش جاهز بدنيا، وياس روب قاعد معاه ومتفهم الوضع والكلام ده. انتوا بتضحكوا على نفسنا وبتضحكوا علينا ولا بتعملوا ايه بالظبط؟ هو مين اللي مش جاهز بدنيا؟ مين؟ يوسف بالعمري كان بيلعب في نادي الرجاء، يعني كان بيلعب، وكان مع منتخب المغرب في افريقيا، يعني كان بيلعب، كان بيتدرب. ولو انت مش جاهز بدنيا، لو انت مش جاهز بدنيا، انا ايه اللي ممكن اعمله؟ بيتدرب مع الفريق ولمسه كوره. يعني الثلاث ماتشات اللي فاتوا دول لو كل ماتش بديله 10 دقايق، ما انا كده برجعه بدنيا، بديله حساسيه الماتش، بديله حساسيه الماتش. لكن انا استبعده وبتجهزه بدنيا وبعد كده تلعبه، ما هيلعب زي احتياطي برضه. ما احنا شفنا كوكا وشفنا ما فيش باك شمال عندنا اصلا، ما فيش باك شمال بنعاني، ولا اوفرات ولا اختراقات ولا اي حاجه. يعني انا مش عارف، انا الصراحه مذهول. يا ترى هنعمل ايه بقى؟ الماتش الجاي عندنا مين؟ شبيبه القبائل فين؟ في الجزائر. هنعمل ايه في الجزائر؟ هنقول بس نتعادل ونرجع بتعادل؟ هو احنا نفضل كده نقول بس نتعادل ونرجع؟ مش ده الاهلي يا جماعه، مش هو ده الاهلي. احنا متعودين على المكسب، على الانتصارات. التعادلات دي كانت في ايه يعني لما يبقى الماتش صعب جدا. لكن الكوارث اللي احنا شفناها دي لا، كوارث جامده جدا. لا، الاهلي لحد دلوقتي مفيش صانع العاب، مفيش صانع العاب. محدش يجيب لي سيره حد، انا بقول لك مفيش صانع العاب. محدش بينزل يستلم الكوره وبيطلع بيها ويسلم ده يرمي سرول ده، لا مفيش الكلام ده. كنا بنتريق على قفشه ونفسنا قفشه يمشي. طب ده قفشه بقى اللي كان بيعمل الحركه دي، ينزل يستلم منك وينزل يعمل معاك ويطلع بهجمه ولا اي حاجه. لا حاجه يا جماعه، انا الصراحه اتفاجئت. الواحد زعل اتضايق من التعادلات الكتيره اللي احنا اشتغلنا عليها ديت. كل ماتش بيبقى قلبنا على ايدينا على قلبنا. لا، حاجه تزعل لما نشوف الماتش الجاي التشكيل هيعمل ايه، وهنعمل ايه مع شبيبه القبائل الجزائري في الجزائر. الماتش ده مهم جدا، هنشوفه خلاص مش بعيده، الماتش خلاص قرب. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. يا رب الحلقه تكون بس عجبتكم، وما تنسوش المتابعه طبعا والاشتراك في القناه، وطبعا اهم حاجه اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.